بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لحظات وتنطلق المباراة ما بين المنتخبين المغربي والإسباني. دخول المنتخبين إلى أرضية القاعة المغطاة الرياضية التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعاصمة المملكة المغربية، أرض النماء والخير والبركة والتوفيق. وبعد لحظات سوف تنطلق المباراة ما بين منتخبين الوطني المغربي ونظيره الإسباني في موقعة كبيرة في كرة قدم مصغرة. تشكيلة المنتخب المغربي: يوسف بن سلام، أنس العيان، سفيان مسرار، بلال بقالي، إدريس رايس الفني في الخمسة الأوائل. في الاحتياط هناك بلال حميدوش، عبد الكبير بوقدير، عثمان الإدريسي، سفيان بوريد، إسماعيل أمزال، سفيان شراوي، محمد كمال، محمد رضا، مديح ويانيس الرداف. المدرب هشام الدقيق. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الإسباني هناك خوسيه ميغيل أوليفير، أنطونيو بيريز، دييغو سانشو، بابلو مونيوز، ميغيل أنخيل كانو. في الاحتياط هناك فرانسيسكو توماز، براغا، راؤول غوميز، غونزالو كاستيخون، دانيال جابرييل، دافيد نوفوا، أنطونيو نافارو، أدريان ريفيرا، دانيال لوبيز، سيرخيو غونزاليس وديداك بلان. المدرب السيد خيسوس فيلاسكو. صورة تذكارية تؤخذ للمنتخب المغربي، صورة تبقى للذكرى بين سفيان مسرار عميد المنتخب الوطني المغربي واللاعب الإسباني. مدريد فريق العاصمي. تلقت المباراة كرة مصلحة لاعب دافيد نوفو. اللاعبون في أغلب الهجمات بدون كرة. هنا كرة ممتازة خطيرة في المرمى، جول صد الحارس بلال بقالي. لمس ديداك، نعم لمس الحارس ديداك اليمنى من هجوم المنتخب المغربي. صد ممتاز لحارس. الضربة الراسية تمر كرة جانبية. الضربة الراسية إلى إدريس رايس فني، بلال البقالي إلى إدريس رايس فني. تسديدة لم تكن جيدة من تلعب الركنية، والتسديدة قوية جدا من أدريان ريفيرا، ولكن دفاع قوي. كرة إسبانية الآن تميل الأمام، تسديدة، تصدي رائع جدا من الحارس بلال حميدوش. يستحوذ على الكرة في الدقيقتين الماضيتين. هناك تسديدة القوية بالرجل اليسرى من طرف اللاعب بابلو مونيوز، ولكن تصدي رائع بالحارس بلال حميدوش. فرصة أخرى إسبانية خطيرة، كانت تسديدة تمر الكرة. لاعب رقم 7، التسديدة صد الحارس إسماعيل أمزال، يسدد كرة بالرجل اليسرى، يسدد كرة بشكل قوي جدا، ولكن نهاية أحداث الشوط الأول. سفيان مسرار، التسديدة القوية والكرة في الركنية. كرة من جديد إسبانية، كرة مع دافيد نوفوا، خطيرة الكرة إلى سيرخيو غونزاليس، تسديدة قوية ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أخرى خطيرة على مرمى المنتخب المغربي. ما شاء الله، حارس ممتاز. هنا تصدي آخر للحارس المغربي بلال حميدوش، تصدياته جيدة من كلا المنتخبين، تسديدة قوية. كان ذلك في ميلبورن الأسترالية في 21 من أكتوبر عام 88 ب19 هدفا مقابل هدفين. هنا ضاعت الفرصة على المنتخب المغربي. دفاع منتخب لاروخا تدخل بشكل جيد. شاهد هنا إعادة، تدخل ممتاز. فرصة للمنتخب المغربي، التمريرة لم تجد. دشريدو شارك في مباراة المغرب ضد الأرجنتين في شهر سبتمبر الماضي، ولاعب نادي أسود خبازات. هنا فرصة إسبانية، تدخل دفاعي ممتاز من لاعب عربيا وافريقيا وكذلك عالميا. هنا تسديدة قوية، صد الدفاع. يوسف بن سلام قدم أداء جيدا في هذه المباراة. التسديدة، ولكن لحسن الحظ أن الكرة لم تكن خطيرة. فرصة في المرمى، جول، تسديدة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يانيس الرداف يسدد كرة، ولكن اصطدمت باللاعب مع بلال. يحاول لاعب المنتخب المغربي فرض ارتكاب الخطأ من طرف مدافعي منتخب اسبانيا. فرصة جول، لا
من الامكان التسديده ولكن بعيده عن المرمى. تمر كره بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى الحارس ديداك بلانا في فرصة بارزة للتسجيل. تسديدة قوية وإسبانيا جانب من الجمهور حاضر. هنا فرصة تسديدة فوق المرمى وحده حرا طليقا سدد الكرة ولكنها اعتلت المرمى ودعت فرصة. هنا فرصة أخرى وتصدي الحارس بن سلام كرة مع اللاعب الاسباني وتدخل دفاعي مغربي مات من كلا المنتخبين ولكن حراس مرمى ابدعوا. هنا تصدي ممتاز ابداع من الحارس يوسف بن سلام. تصدي المنتخب المغربي على مستوى الاداره التقنيه. اداء المنتخب المغربي لو كانت خدمه مصغره تطور بشكل كبير جدا. هنا فرصه ضاعت على منتخب اسبانيا. كنا الكره لحسن الحظ تذهب بعيده. تسديده وسط الرجل اليسرى زميله غونزالو كاستيخون كان وجها لوجه مع الحارس يوسف بن سلام. هنا في المرمى جول 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 جولاسو 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 للمنتخب الوطني المغربي. هدف رائع جدا يدرس في الأكاديميات في العالم. الله عليك يا لاعب يا كبير يا مهندس العمليات الهجومية في المرمى. جول هدف عبر إسماعيل أمزال. هدف رائع جدا. شاهدوا هنا التمريرة من الحارس يوسف بن سلام. عمليات حصر كرة تمت بنجاح كبير والتسديدة بالرجل اليسرى في المرمى. جول كرة تصل إلى اسماعيل أمزال امام محاولة. الله عليك يا لاعب فكرة جيدة منك يا سفيان المسرار. ضربة التماس تلعب برجل. تسديدة قوية جول لمنتخب اسبانيا. تسديدة قوية وهدف التعادل. هدف التعادل لمنتخب اسبانيا. سددت الكرة ولكن المنتخب الاسباني كان محدودا. لمس اتى الهدف الثاني في المباراة. نعم اصطدمت الكرة بأحد المدافعين. عادل النتيجة المنتخب الإسباني. المغرب هدف إسبانيا هدف. ونهاية أحداث الشوط الأول. الكرة إلى اللاعب دييغو سانشو محاولة تسديدة قوية من أدريان ريفيرا صد برجله اليمنى الحارس يوسف. مرر الكرة إلى زميله. هنا خطأ وفي المرمى. جول لمصلحة المنتخب الوطني المغربي. بلال البقالي. خطأ فادح من الحارس الاسباني ديداك بلانا والكرة في المرمى تهتز شباك مرمى منتخب اسبانيا بهدف بلال البقالي. وهنا التعادل. جول لمنتخب اسبانيا. هدف التعادل للمنتخب الاسباني اظن عبر اللاعب ادريان ريفيرا. هذا اللاعب خلق متاعب كبيرة للدفاع الكتالوني. سفيان شراوي صد الحارس. سفيان مراوغة جيدة وتمريرة لم تكن جيدة. كرة إسبانية تسديدة قوية صد بالرجل اليسرى. كرة من جديد للمنتخب المغربي. فرصة لزملاء اللاعب بلال بقالي. تسديدة صد الحارس ثم بكرة تصل إلى سفيان شراوي الأمام. فرصة مغربية هل فيها جول؟ تسديدة من خلال إسماعيل أمزال. مصغرة المغربية عالميا. هنا فرصة لإسبانيا ومحاولة مغربية فيها جول. أراد أن يمرر الكرة إلى سفيان المسرار. هذا لقبه منتخب لاروخا. محاولة أخرى وكاد يأتي الهدف الثالث. ضغط المنتخب الإسباني هنا كاد يسجل ضد مرماه اللاعب بلال البقالي. فرصة إسبانيا تسديدة قوية جول. هدف أنطونيو بيريز. بلال البقالي تسديدة قوية مؤطرة ولكن فوق المرمى. مرت الكرة ببضع سنتيمترات عن مرمى الحارس الاسباني ديداك بلانا. هزم الحارس لكن مرمى منتخب اسبانيا لم تهتز شباك مرماها.
مغربية الآن. فرصة إسبانية، تسديدة قوية وكاد يسجل منتخب إسبانيا الهبان سلام. عثمان إدريس، فرصة مغربية، عثمان جول. لا، ضاعت فرصة على منتخبنا الوطني. منتخب إسبانيا تدخل في الكرة الماضية، تدخل أول لحارس مرمى ثم تدخل ثاني، ردة فعل سريع. راوي كرة مع إسماعيل أمزال كان يسجل في مرماه دييغو سانشو. كان الضغط كبيرا على دييغو سانشو وكان قريبا. سفيان شراوي سفيان يسدد، صد الدفاع. سفيان شراوي سدد الكرة، شاهدنا التسديدة، صد مانية تصل إلى الحارس يوسف بن سلام. شراوي كرة أمام، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الوطني المغربي. بيز لاعب البارسا لا تحتاج ركلة الجزاء صحيحة. المهم يأتي هدف. سفيان يسدد في مرمى، جول لمصلحة المنتخب المغربي لا شك فيها. ضربة جزاء سددت بقوة من طرف العميد سفيان مسران بوسط رجلي اليسرى على يسار الحارس الإسباني ديداك بلانا إسباني. دخول لاعب راؤول غوميز، فرصة مغربية في المرمى، جول. صد الحارس ديداك يمنى ثم بالرجل اليسرى. نشاهد هنا التسديدة بالرجل اليسرى من اللاعب الأشول، خطيرة. كان تصويبة قوية بالرجل اليسرى من طرف اللاعب ميغيل. كرة مع اللاعب إدريس رئيس فني إلى زميله إلى الشعراوي. سفيان سدد يا سفيان على بعد 3 دقائق 39 ثانية على نهاية أحداث المباراة. كاد يسجل الشعراوي هدفا رابعا للمنتخب المغربي. تسديدة قوية، الكرة أتت عند اللاعب الشعراوي، تسديدة من طرف اللاعب بلال البقالي. كرة إسبانية، نوفوا إلى كانو حول التصويب، كانو لا تتركه يسدد، وتدخل ممتاز فيه بسالة كبيرة، أي شجاعة كبيرة من الحارس يوسف بن سلام. لولا التصدي الممتاز ليوسف بن سلام. بقالي وأمزال والتفاهم كبير. بلال البقالي إلى أمزال أمام، فرصة للتسديد ونهاية أحداث المباراة بتعادل المنتخبين المغربي والإسباني في روح رياضية عالية ما بين المنتخبين المغربي والإسباني. التعادل 3-3. المغرب قدم أداء جيدا، لم يتمكن من تحقيق الانتصار، ولكن تعادل امام اسبانيا يعد بمثابه انتصار على منتخب لاروخا. المغرب 3 اسبانيا 3. كان معكم في تعليق الاحداث هذه المباراه معلقكم الرياضي ووصفكم الرياضي زهير رامي. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.